السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. أنا أحمد زايد، بزنس كونسلتنت. الإكسبيرينس بتاعتي في الماركت من سنة 2008. بدأت الجورني بتاعتي. سعيد إن أنا هكون متواجد معاكم في كندا إنجلش لايف. هنستعرض مع بعض الكورس، كورس فور اتش ار. during الكورس ده احنا هنتكلم عن more than topic. اول حاجه ايه هي الرول بتاعه الاتش ار او introduction for the HR. الاتش ار ده احنا بنستفيد بيه ازاي جوه المنظمه، ايه وظيفته، ايه المهام بتاعته. هنتكلم مع بعض كمان عن الورك فورس بلاننج والريكروتمنت. ازاي بختار الموظفين بتوعي، بعمل لهم عمليه ريكروتمنت ازاي بخطط للهيد كاونت بتاعي بتاع الشركه او بتاع المنظمه بتاعتي. محتاج الناس، احتياجي للمان باور او للقوى العامله، شكله عامل ازاي. هنتكلم مع بعض كمان عن السلكشن والاونبوردنج، معايير الاختيار بتاعه الموظفين بناء على ايه اللي احنا بنستعين بيه. عملنا ريكروتمنت وعيننا، عملنا الهايرنج بتاع الامبلويز. طب الرول اللي بعد كده هو ايه؟ هو التريننج والديفلوبمنت. ببتدي بحدد التريننج ده بناء على ايه؟ رفع كفاءة الموظفين داخل المنظمة. ده من ضمن المهام بتاعة الاتش ار. عملت كمان ده وعملت تريننج. طب البرفورمانس مانجمنت، او ازاي بسيت الكي بي ايز بتاعه الامبلويز داخل المنظمه بتاعتي. هنتكلم مع بعض كمان عن الكومبنسيشن والبنفيتس، ايه الحقوق وايه الواجبات بتاعه الامبلويز. هنتكلم مع بعض كمان عن الانجيجمنت والبارتيسيبيشن والامبلويز ريليشن داخل المنظمه. كمان هنتكلم مع بعض عن البيزنس اثكس والاتش ار لو، وهنشوف مع بعض قضايا معاصره بتحدث داخل سوق العمل. وبنهايه الكورس ده باذن الله رب العالمين احنا هنكون خارجين منه محققين الاوبجكتيف، الا وهو احنا فاهمين يعني ايه اتش ار، فاهمين ايه الرول بتاع الاتش ار داخل المنظمه. الجيرني بتاعه الموظف من اول ما بيجوين الشركه لحد ما بيخرج منها. الكلام ده كله احنا هنستعرضه مع بعض داخل الكورس، وسعيد ان انا هكون متواجد معاكم during الفتره بتاعه الكورس. يلا مستنيكم، لو اي حد عنده اي سؤال احنا تحت امركم.